السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات مع شيماء. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم مملحات 4 ديال الأشكال ب4 ديال النكهات مختلفة. ما تنساونيش من الجيم والبارطاج. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي علبة ديال الياغورت مسوس أو طبيعي اللي هي 3 ديال المعالق كبار، 2 فرماجات مثلث، تقدروا تستعملوا المربع إلا عندكم اللي متوفر عندكم، ملعقة كبيرة ديال الملحة. هنا عندي نص كاس ديال الزبدة ونص كاس ديال الزيت، ممكن ديروا كاس قل ربع ديال الزيت فقط، نص كاس ديال الماء، وغادي نخلطو المكونات مزيان حتى ينسجموا ويولي عندنا على شكل كريمة أو بوماط. غادي نضيفو زلافة ديال الدقيق اللي هي 250 غرام. في الأول غادي نضيفها وعاد غادي نبقى نضيف تدريجيا الدقيق حتى نتحصل على عجينة تكون رطبة. غادي نقسمها ثلاثة ديال الكويرات، كل كويرة غندير لها نكهة. فبالنسبة للكويرة الأولى غادي نضيفلو معلقة ديال الهريسة ومعلقة ديال البابريكا أو الفلفلة الحمراء اللي هي التحميرة. صافي وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا ونحصل على داك اللون البرتقالي. تقدر تحتاجوا معلقة ديال الدقيق تقدروا تضيفوها. هنايا غادي ندير راس معلقة ديال البزار، تقدر دير نصف ملعقة ديال البزار، وغادي نديرو هنا الملون الأخضر وملعقة ديال الخل، ملعقة صغيرة، وغادي نخلط المكونات مزيان حتى نحصلوا على داك اللون. يعني ملي ينسجم لكم اللون صافي راه العجينه انسجمات. غادي بالنسبه للكويره الثالثه والاخيره غنضيف لها شويه ديال الزعتر، 3 د المعالق ديال الزيتون، وغادي نخلطو مزيان الزيتون مقطع طريفات رقاق. صافي من بعد غادي نحلبلهم هكا بالنسبه للون الاخضر والبرتقالي اللي فيهم يعني الهريسه والبزار، غادي نديرهم هكا في قيقسات وغادي ندخلهم للفران حتى يعني يتشمعوا ليا شويه وغادي نقطعهم. فبالنسبه لهذا الشكل ممكن ديروا حتى هو، نقطعوه هكا مثلثات وتبقاو غاديين على بحال الشكل ديال الكرواسون. والشكل الاخير ديال الزيتون حتى هو غادي نبسطو اولا غادي نسرحو فوق طاوله العمل، ومن بعد غادي نقطعوه هكا بالجراره ديال الشباكيه اولا بالموس اللي عندكم. صافي وغادي تبقاو تضغطوا عليه من بعد ما درتو مربعات باش يعطينا شكل بابيون. فمن بعد ما خرجت الفقيقسات من الفران، يعني من بعد ما تشمعوا ليا صافي تنبقى نقطعهم هكا بشويه بشي موس يكون ماضي، من الاحسن هكا باش كتسهل عليكم الخدمه. غادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل الكميه كامله، وغادي ناخذ واحد اللاطه يعني اللي كان طاب فيها من قبل نديرهم هكا في الفران يعاودوا يتحمروا على عافيه تكون مهيله هكا باش يطيبوا ويعطيكم ديك القرمشه. وما نطيبوهمش بزاف باش ما يجيكمش قاصحين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات من بعد ما طابوا، كيجيو رائعين مالحين. شكرا على المتابعه، متنساونيش من الجيم والبارطاج، شاركوا الوصفه مع العائله. مع السلامه.